عاوز تحليل فرق بين مكعبين اكس تكعيب ناقص 27. حللته ازاي ده؟ اكس تكعيب ناقص 27. بتفتح قوس كبير قوس صغير وقوس صغير. القوس الصغير بتعمل ايه فيه؟ بنجيب الاكس، نربع الاكس ونربع السبعة. نجيب الجذر التكعيبي بتاع الاكس تكعيب باكس بإكس والاشاره نفس الاشاره، اشاره سالب تنزل السالب، واجيب الجذر التكعيبي بتاع ال 27 بكام؟ 3. طب القوس الكبير هنربع الاكس، تربع الاكس باكس تربيع. باكس تربيع، بعدين عشان نحولها لزائد ايوه تغير الاشاره. الثلاثة تبقى 3 اكس. ايوه هضرب الثلاثه في الاكس تبقى 3 اكس. وفي الاخر نخلي لازم في زائد. ايوه الاخير موجب دايما يعني. موجب، بعدين نضرب الثلاثة في 3. ايوه بعدين اربع الثلاثه ب9، يبقى الحل هيبقى يديني اكس سالب 3. ده القوس الصغير. القوس الكبير اربع الاكس تبقى اكس تربيع، وغير الاشاره السالب تبقى موجب، واضرب الثلاثه في الاكس تبقى 3 اكس، والاخير دايما موجب، وربع الثلاثه تبقى ب9. ده هو الحل الصح. ماشي يا باشا. تحليل مجموع مكعبين المساله الثانيه. اكس تكعيب زائد 64، يعني الاكس ليها تكعيب والموجب، عشان كده قلنا مجموع مكعبين مش فرق مكعبين. وال64 قوس الصغير قوس كبير. ماشي يا باشا. اشرح لي كده عملت انت في القوس الصغير والقوس الكبير. جبنا جذر الاكس اس 3 تبقى اكس. يعني جبنا الجذر التكعيبي للاكس تكعيب باكس اكس، والاشاره نزلناها نفس الاشاره الموجب. وجبنا الجذر التكعيبي ال 64 ب4. ب4. ده القوس الصغير. ده القوس الصغير. بعدين جبنا القوس الكبير، ربعنا الاكس بقت اكس اس 2. مظبوط. غيرنا الاشاره الاشاره بقت زائد، بقت اليسار. مظبوط. وضربنا الاكس في 4 باكس. اكس هتبقى 4 اكس. ايوه لازم تبقى موجب في الاخر. مظبوط. وربعنا الاربعه ب16. هتبقى 4 في 4 ب 6. مظبوط يا باشا، حلك صح كده. معايا شكل على السبوره بيقول لي اوجد بالبرهان قيمه اكس. معايا اي دي بيوازي سي بي، وزاويه سي ب40، وزاويه دي ب100. عاوز قيمه اكس اللي هي زاويه سي اي بي. بيقول لي بالبرهان. اشتغل كده بالبرهان عندك. بما أن مجموع قياسات زوايا المثلث لا دقيقة. هتجيب لي التوازي الأول. أيوه هتجيب لي الأول التوازي اللي هي زاوية بي. تمام. زاوية بي هتبقى بكام؟ لا ماشي. زاوية بي هتبقى بكام؟ زاوية بي هتبقى ب100. 100 ليه؟ عشان كل زاويتين متداخلة. هيبقوا 200 هتبقى ب 80 عشان كل زاوية. عشان هنا في توازي. ايوه. التوازي بيدل على انه في 100 زائد 80. ايوه كل زاويتين متداخلتين مجموعهم 180. معايا الزاوية اللي فوق دي ب 100، يبقى زاوية بي ب 80. ماشي. حلها بالحل العادي مش لازم. زاوية مجموع زوايا المثلث. مجموع زوايا المثلث. زوايا المثلث الداخلة بتساوي 180. مظبوط. بتساوي 180. إذا يبقى اكس بكام يا باشا؟ يبقى اكس هتساوي هنا هتبقى 80 زائد 40 120. يبقى اكس ب60. مظبوط. يبقى هنا هنقول مجموع زوايا المثلث 180 ناقص 120. ال 120 اللي هي ال 80 والايه وال40، يبقى الاكس ب60. 60. ماشي تمام يا باشا.